لأول مرة في بريطانيا تصبح أسعار السيارات الكهربائية أرخص من السيارات التي تعمل بالبنزين. متوسط السيارات الكهربائية الجديدة وفقا لموقع أوتو تريدر حوالي 42,600 جنيه. هذه السيارة الكهربائية، بينما السيارة التي تعمل بالبنزين 43,400 جنيه. بمعنى هناك قرابة 800 جنيه فرق بين السيارة الكهربائية والسيارة التي تعمل بالبنزين، ما يعني أن السيارات الكهربائية أرخص، وأن هناك إقبالا أكثر وأكبر من قبل الناس بعد هذه الفروقات على السيارات الكهربائية. وبحسب هذا التقرير وبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات، شكلت السيارات الكهربائية نحو 22% من إجمالي البيع في خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة. الجارديان تقول عدة عوامل ساهمت في خفض أسعار السيارات الكهربائية: الخصومات، أيضا إلى جانب الضغوطات الموجودة، والضغوطات التي تتعرض لها الشركات من أجل التحول إلى السيارات الكهربائية والتخلص من سيارات البنزين والديزل. أيضا إضافة لذلك فإنه أزمة البترول وصداع البترول باستمرار يجعل الطاقة الكهربائية طاقة آمنة.